بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأنا في الحلقة الماضية من المقامات العراقية الحزينة مقام المدمي، والآن سنبدأ بمقام الأورفة. مقام الأورفة أيضا من المقامات العراقية المحلية، يعني العراقيين هم اللي يقروا، وإن شاء الله سأبدأ به حتى تسمعوا وتحفظوا إن شاء الله والكل يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى. فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. قرأت أيها الإخوة على مسامعكم تلاوة من سورة النجم
على مقام الأورفة، ومقام الأورفة أيضا مهم جدا وخفيف، وكل قارئ يقدر يحفظه ويقرأ القرآن الكريم على مقام الأورفة. وإن شاء الله نبدأ بحلقة جديدة ومقام جديد. تقبلوا تحيات أخوكم المقرئ عادل يوسف العادلي.